غادي نبدا بالحشوه لانني خاصني نخليها تبرد. غادي ناخذ مقله غادي ندير فيها زيت الزيتون، غادي ندير فيها البصله تشحر شي. هنا درت شي 4 البصلات يتشحروا. غادي نخليها حتى تشحر مزيان وتذبل. دابا غادي نضيف خيزو. عندي هنايا حساب شي 3 الخيزو، ما بين 3 حتى 4 الخيزوات اللي حكيتهم. هنا درت 2 فلفلات خضرين وفلفله حمراء اللي قطعتهم. غادي ندير التوابل، الملح، التحميره، كمون، خرقوم والبزار. بالنسبه للخضره ماشي بالضروري هادشي اللي درت يعني ديروا، داكشي اللي متوفر عندكم في الخضره ديروه. صافي دابا غادي نخليها طيب شي شويه. دابا غادي نزيد الكفته. بالنسبه للكفته تتبقى على حساب شحال ما بغيتو. وغادي نزيد الربيع. صافي غادي نخليهم يطيبوا على خاطرهم. ملي يطيبوا ليا ما يطيب ليا هاد الحشوه غادي نحيدها ونديرها في اناء ديال الدجاج ونخليها حتى تبرد. ضروري ما تاخذ يعني حقها في خاصها ضروري تبرد. دابا غادي ندير العجين. هاد العجينه غادي فيها 2 ديال المرحلات. غادي ندير اول حاجه 2 كيسان العنبه من الدقيق الابيض، مع 2 معالق كبار ديال سكر سنيده اي سكر خشن، معلقه كبيره ديال الخميره ديال الدار اي الخميره الفوريه. الخميره تتبقى على حسب الجو. و2 كيسان العنبه ديال الماء دافي. غادي نخلط هاد المكونات وغادي نخليهم 10 دقائق ونرجعوا ان شاء الله. دابا ملي كملات 10 دقائق غادي نضيف نص كاس العنبه ديال الزيت النباتي. بالنسبه للدقيق الابيض تيبقى على حسب النوعيه ديالو، كاين اللي كيشرب كاين اللي ما كيشربش. غادي نضيف 2 كيسان العنبه الدقيق الابيض. الا بقى خاصني شفتها باقا يعني باقي ما تخلطاتش مزيان غادي نضيف كاس اخر اللي هو درت 2 كيسان العنبه كما الشوره. 2 كيسان العنبه اللي درتهم من الدقيق الابيض. غادي ندير شويه ديال الملحه. غادي نضيف كاس ثالث من الدقيق الابيض.
غادي نزيد نص كاس العنبه من الدقيق الابيض باش يجيني هي هذيك يجمع ليا صافي. وغادي نديرها نرجعها تعجن. صافي دابا ملي عجنت العجينه كما الشوره كتجي رطبه، كتجي رطبه بحال هكا كما شفتوا. غادي نخليها حتى تخمر وتضاعف الحجم ديالها ونرجعوا ان شاء الله. دابا ملي خمرات ليا العجين وتضاعف الحجم ديالها غادي نحيدها من هنا. غادي نجيب شويه ديال الدقيق الابيض غادي نقسمها على جوج يكونوا متساويات. نحيد هذه غادي نجيب المدلك وغادي نسرحها بها مزيان. حاولوا ما نخمروهاش بزاف باش تطلق لينا مزيان. صافي دابا ملي سرحت العجينه كامله غادي ندهن هذا غادي نجيب اللاطه اللي دهنتها بالزبده صافي. غادي نحاول نقادها صافي. دابا ملي درت العجين في الطاوه غادي ندير فرشيطه نتسكو بالفرشيطه. الحشوه ضروري ما تكون بارده. انا استعملت غير لاطه ديال الفران اللي هي صغيره. غادي ندير الحشوه كما قلت لكم الحشوه تكون بارده. غادي ندير الجبن. انا هنايا هذا الجبن هذا انا مصيبه في الدار ان شاء الله. غادي نحط لكم قريب الفيديو ديالو. كذلك غادي ندير هذا الجبن هذا ديال الساندويتش. دابا غادي ندوز باش غادي نسرح العجينه الثانيه وغادي نديرها من فوق. صافي دابا ملي سرحت العجينه الثانيه غادي نحطها حتى هي من فوقها. غادي نقادها مزيان
دابا غادي ندهنها بصفار ديال البيض. صافي دابا غادي نقسمها اول حاجه هكا على شكل طولي، غير من الفوق، ما غاديش نوصل الموس حتى لتحت. دابا غادي نقسمها على شكل بقلاوه بحال هكا. صافي دابا غادي ندير الزيتون خضر، زيتون اخضر دوائر، وغادي ندخلها للفران باش طيب. هذا هو الشكل النهائي ديال بقلاوه مالحه. كيف ما شفتوا راه كتجي رائعه. غادي نوريكم حتى العجينه الرطبه راه باقا سخونه حيت يلا جبدتها من الفران. صراحه المذاق ديالها رائع والعجينه رطبه رطبه رطبه. كنتمنى تجربوها لانها كتستحق التجربه. بحال هذه يعني نقدروا نديروها في رمضان كطبق رئيسي. كنتمنى تنال اعجابكم وتجربوها. كيف ديما ما تنساوش الاشتراك في القناه، خليوا لي التعاليق، واذا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ضغطوا على زر اسفل الفيديو اشتراك، صابوني، سبسكرايب، وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد القناه، وشاركوا الفيديو مع اصدقائكم واحبابكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.